الريس كونديشنز هي واحدة من أشهر المشاكل في أي ابلكيشن، ودي بتحصل لما يبقى في أكتر من بروسيس بيحاولوا يعملوا أكسس لنفس الداتا في نفس الوقت، وده بيترتب عليه لوست أبديتس أو داتا كوربشن. وبالرغم من إن المشكلة مشهورة فالحل دايما بيبقى شوية تريكي، وفي حلول ممكن توعي البرفورمانس بتاع الابلكيشن. في الفيديو ده هنشوف مع بعض أكتر من اكزامبل مختلف لكذا بروسيس بتحاول تعمل أكسس لنفس الداتا في نفس الوقت، وهنفهم إيه الحلول المناسبة لكل اكزامبل. أنا إسلام حلمي ايجر ديفلوبر سيرتيفايد، بحاول أسهل وأبسط المواضيع اللي بتاخد مننا وقت، وفي الفيديو ده هنتكلم عن الريس كونديشنز. يلا نبدأ. خلينا نبدأ بأول اكزامبل عندنا. أول اكزامبل عندنا ادمن بورتال في بيج عليها assign task. التاسكس دي هي كل التاسكس اللي هي not assigned، وعندنا دروب داون اليوزر بيقدر يختار منها employee يعمل عليه assign التاسك. عندنا هنا تو يوزرز، التو يوزرز شغالين مع بعض على نفس البيج في نفس الوقت بالظبط، وكل واحد اختار امبلوي مختلف. الاثنين عملوا ريكوست، الريكوست راح على الاي بي اي عملت ابديت في الداتابيس. طيب ايه المشكله اللي احنا شايفينها هنا؟ المشكله اللي احنا شايفينها هنا ان في يوزر هيعمل اوفررايد على التشنجز اللي عملها اليوزر الثاني، مع ان الاثنين كانوا شايفين ان التاسك ما عندهاش اي امبلوي. طيب ايه اللوجيكال سولوشن اللي ممكن نفكر فيه يحل المشكله دي؟ اللوجيكال سولوشن اللي ممكن نفكر فيه ان اول ما يحصل ابديت للتاسك في الداتابيس وتبقى اسايند خلاص على امبلوي، الريكوست الثاني اللي جاي على طول محتاجين نقول له استنى الداتا حصل لها تشينج، وساعتها اليوزر الثاني هيقدر يقرر هل هو محتاج يكمل مع الريكوست ولا هيكنسل الريكوست. ازاي نعمل امبلمنت لللوجيكال سولوشن ده هنشوفه قدام. طيب خلينا نروح على تاني مشكلة. تاني مشكلة عندنا باك جراوند سيرفيس. الباك جراوند سيرفيس دي بتعمل حاجة اسمها اوتو ريكونسيليشن. باختصار اوتو ريكونسيليشن عندي ليست اوف ريسيتس، بتمسك كل ريسيت وبتعمل ابديت للريسيت ستاتس بناء على شوية لوجيك. ما يهمناش احنا اللوجيك ده خالص، بس الديزاين عامل ازاي؟ الديزاين ان انا عندي كونتينر، الكونتينر جواه باك جراوند جوب، الباك جراوند جوب مسؤوليتها انها تعمل فيتش للريسيتس من الداتابيس. طيب لحد هنا يبان ان مفيش اي مشكله، بس ماذا لو الكونتينر ده حصل له هوريزونتال سكيلينج؟ بقى عندي اكتر من انستنس. خلينا نتخيل انستنس 1، انستنس 2، وليكن انستنس 3. فكل انستنس جواه الباك جراوند جوب. الباك جراوند جوبس كلهم هيشتغلوا في نفس الوقت تي 1، كلهم هيعملوا فيتش للريسيتس ويعملوا ابديت في الداتابيس. وليكن الكونديشن اللي عندي هات لي كل الريسيتس اللي الستاتس بتاعتها اندنج. فاللي هيحصل هنا ان كل انستنس ممكن يشتغل على نفس الريسيتس اللي موجوده في الانستنس الثاني. طيب ايه اللوجيكال سولوشن هنا؟ اللوجيكال سولوشن هنا ان احنا محتاجين حاجه تخلي كل انستنس ما يشوفش الريسيتس اللي الانستنس الثاني شغاله عليها. طيب الحل ده هنعمله ازاي؟ ده برضو لسه هنشوفه قدام. خلينا نروح على المشكله الثالثه. المشكله الثالثه عندي تو باك جراوند جوبس، الاثنين بيعملوا لوجيك مختلف خالص، بس باختصار كل باك جراوند جوب بتقرا من الداتابيس امبلويز ريكوردز وبتعمل عليها شويه لوجيك وبتابديت في البالانس بتاع الامبلوي. اللوجيك في كل باك جراوند جوب مختلف شويه. لحد هنا يبان ان مفيش اي مشكله، بس تعال نشوف شويه كونسترينز عندي. انا عندي اول باك جراوند جوب بتشتغل وليكن الساعه 9 الصبح وبتخلص الساعه 11 الصبح. الباك جراوند جوب الثانيه بتشتغل الساعه 10 الصبح وبتخلص الساعه 10 ونص. تعال نتخيل السيناريو ده. تعال نتخيل ان الباك جراوند جوب اللي بتشتغل الساعه 9 الصبح شغاله على امبلوي البالانس بتاعه 100، ولحد هنا ما عملتش اي حاجه، لسه بتعمل شويه لوجيك على الامبلوي ده. الساعه 10 الباك جراوند جوب الثانيه اشتغلت على نفس الامبلوي اللي لسه البالانس بتاعه 100. الساعة 10 ونص الباك جراوند جوب اللي هي الثانية اللي اشتغلت الساعة 10 عملت ابديت للبالانس وخليته 200. الباك جراوند جوب الثانية خلصت شغلها خالص، بس لسه أول باك جراوند جوب شغالة لحد دلوقتي. جت الساعة 10 و40 دقيقة عندها لوجيك بيقول لو البالانس 100 ابلاي شوية فيز وديكريز البالانس تو 90. فبناء على ان البالانس اللي هي شايفاه 100 فهي هتابلاي اللوجيك بتاع الفيز وانها تعمل ديكريس للبالانس تو 90. بس المشكله ان البالانس اوريدي اتغير عن طريق الباك جراوند جوب الثانيه، بس مفيش حاجه هنا تقول للباك جراوند جوب الاولى ان في بالانس اتغير. وده بياخدنا للوجيكال سولوشن المفروض يطبق. المفروض يبقى عندي هنا اي حاجه تقول للباك جراوند جوب
اللي هي اكس ان البالانس اتغير، هل انت عايز تكمل ولا لا. بكده نكون شفنا كذا اكزامبل، وده ياخدنا لكونكلوجن. ايه كل المشاكل الموجوده في الاكزامبلز اللي شفناها؟ المشاكل دي باختصار هي الريس كونديشنز. يعني ايه ريس كونديشنز؟ تاني، يعني عندي اكتر من بروسيس بيحاولوا يعملوا ابديت لنفس الداتا، والاوتكم بيختلف على حسب انهي بروسيس عملت اكسس في انهي وقت بالظبط. وده هياخدنا لايه؟ التكنيكال سولوشنز اللي ممكن نطبقها. خلينا نروح على السلايد اللي بعد كده، وخلينا نفتكر مع بعض كانت ايه الحلول اللي طبقناها في كل مشكله. احنا قلنا الريسيتس بروبلم، محتاجين ان احنا نخلي كل بروسيس ما تشوفش الريسيتس اللي مستخدمه في بروسيس ثانيه. طيب في الابديت بالانس بروبلم محتاجين ان احنا نعمل نوتيفيكيشن للسيرفيس الثانيه ونقول لها ان البالانس اتغير. الساين تاسكس بروبلم نفس الكلام، محتاجين نعمل نوتيفيكيشن ونقول لها ان الداتا اللي حصل لها فيتش اتغيرت في الداتابيس. طيب ازاي نابلاي السولوشنز دي لو احنا بنتكلم from technical perspective؟ عندنا two approaches. اول approach عندنا ان احنا نعمل حاجه اسمها pessimistic looking. ايه البيسمستيك لوكينج؟ باختصار ان احنا نعمل لوك على كل الداتا اللي احنا بنعمل لها اكسس، وده معناه ان كل البروسيس الثانيه محتاجه تستنى. خلينا نتكلم شويه عن البيسمستيك لوكينج. لو هنتكلم على ديفينيشن زي ما قلنا، عباره عن اكسكلوسيف اكسس، محدش هيقدر ياكسس الداتا اللي انا شغال عليها. طيب ازاي نعمل امبلمنت للبيسمستيك لوكينج؟ عندنا شويه سيكوال هينس بنقدر نستخدمهم عشان نقدر نعمل ابلاي للبيسمستيك لوكينج. طيب امتى استخدم البيسمستيك لوكينج؟ لو انا عندي هاي تشانس ان الكونفليكتس دي ممكن تحصل طول الوقت، وكمان لو انا عايز اتاكد ان انا عندي strict data integrity، دايما الداتا موجوده في consistent state. ازاي بتشتغل؟ الوقت اللي بنقرا فيه الداتا بنعمل لوك على الداتا، وبالتالي الاذر بروسيسز ما بيقدروش يعملوا اكسس للداتا دي. عيوب البيسمستيك لوكينج ايه؟ اول عيب ان في عندي performance bottlenecks، وده بيحصل ليه؟ بيحصل لان لو في اكتر من بروسيس وكل بروسيس عايزه تعمل اللوجيك بتاعها، ففي بروسيسز كتيره ممكن تستنى لو في بروسيس عامله لوك للداتا، وده بيأثر على البرفورمانس بتاع الابلكيشن. المشكله الثانيه اللي ممكن تحصل ان ممكن يحصل عندي ديدلوكس. ديدلوكس ليه؟ لان عندي بروسيس عايزه ريسورس، الريسورس ده اوريدي حاصل له لوك في بروسيس ثانيه، والبروسيس الثانيه معتمده على ريسورس حاصل له لوك في بروسيس ثانيه، فالاثنين بيستنوا بعض وفي الاخر بيحصل ديدلوك. طيب ده بالنسبه للابروتش الاول. طيب الابروتش الثاني ايه هو؟ الابروتش الثاني ان احنا ما نعملش اي لوك ونخلي كل البروسيسز تقدر تعمل اكسس للداتا، ولما يجي يحصل ابديت السيستم هيعمل تشيك على الداتا اللي اوريدي عملنا لها فيتش مع الداتا اللي موجوده في الداتابيس، هل اتغيروا؟ لو اتغيروا هيقول لك لا، انت الداتا اللي انت عملت لها فيتش غير الداتا اللي موجوده في الداتابيس، وده معناه ان في بروسيس ثانيه عملت ابديت للداتا دي، وبناء على كده يحصل اكسبشن. الاكسبشن ده احنا من جواه بنقدر ناخد اكشن، محتاجين نكمل مع الريكوست ولا محتاجين نغير اللوجيك بتاعنا. خلينا نبص على السيكونس بتاع الاوبتيمستيك لوكينج بيشتغل ازاي. احنا عندنا بروسيس بتقرا الداتا، مع كل ريكورد بنقراه من الداتابيس عندي كولوم اسمه رو فيرجن، بعدها البروسيس بتعمل اديت، بعد ما بتعمل اديت بنروح نعمل سيف للتشنجز في الداتابيس. هنا السيستم بيتشيك هو الفيرجن اللي انا سحبت بيها الداتا في اول ستيب هي نفس الفيرجن اللي موجوده عندي في الداتابيس دلوقتي. لو الفيرجن هي ده معناه ان مفيش اي بروسيس اتغيرت، ومعناه ان البروسيس تقدر تكمل وتعمل سيف للتشنجز. لو الفيرجن مختلفه لا، هنا في كونفليكت ومحتاجين البروسيس او اليوزر يقرر هيعمل ايه مع الكونفليكت ده. طيب كده فهمنا الاوبتيمستيك لوكينج. النقطه اللي عايز اتكلم فيها بعد كده عشان نوضحها اكتر، انهي ابروتش نشتغل بيه. طيب احنا ممكن نكون اتكلمنا فيها واحنا بنشرح كل طريقه، بس خلينا نوضحها اكتر. اوبتيمستيك لوكينج بنشتغل بيه لو احنا متاكدين ان دايما في كونفليكتس عندنا في السيستم ومحتاجين الداتا تكون كونسيستنت، بس لازم ناخد في عين الاعتبار الابلكيشن performance. الاوبتيمستيك لوكينج بنشتغل بيه امتى؟ بنشتغل بيه لما يبقى نسبه ان يحصل كونفليكتس نسبه قليله قوي، وفي نفس الوقت عايزين نحافظ على البرفورمانس بتاع الابلكيشن. بكده نكون فهمنا ازاي نحل الريس كونديشنز. طيب ايه اللي المفروض النكست ستيب؟ النكست ستيب ان احنا المفروض نعمل امبلمنتيشن للبيسمستيك لوكينج ونشوف ازاي نقدر نطبقه باكتر من طريقه، وبعدها نشوف الاوبتيمستيك لوكينج وازاي نقدر نطبقه باكتر من طريقه. وعشان ما يحصلش اي كونفيوجن
هنعمل فيديو لوحده عن البيسيمستيك لوكينج امبلمنتيشن وفيديو تاني عن الاوبتيمستيك لوكينج امبلمنتيشن. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وسلام.